هو في الحقيقة استغل الطيبة نتاعي والمنصب نتاعي التربوي، مع أني بكيت له وقلت له بأنه أنا شهار يعني أجير، ما عنديش الثمن اللي يكفيني باش نبني هذا المسكن. استغل الطيبة نتاعي والوضع نتاعي الاقتصادي، قال لي انا ننجز لك هذا الشالي بثمن ما تلقاش في اي مكان اخر. ثم كنت انت درت لا بلاتفورم وحبيت دير شالي؟ حبيت ندير شالي لاني ما عنديش الكفايه تاع الاموال باش ندير الداله ونبني، فبالتالي فكرت في شالي. قلت عندما نخرج من التقاعد مباشره كاين وين نغطي راسي. لقيت هدايا داير صفحه اللي يبنيوا لي شالي. اي نعم، في منصه التواصل الاجتماعي. اي نعم. بعد ذلك، بعد التواصل معه لمده اكثر من سنه، هو يبعث لي في الواتساب، وراه الرسائل النصيه موجوده عندنا، قدمناهم حتى السيد وكيل الجمهوريه والى محكمه الاربعاء، اعطينا لهم حتى الرسائل النصيه، درتهم على شكل مذكره، على شكل مذكره هاي لك. بعد ذلك خذيت قرار اني احيل القضيه الى المحكمه. حينها خلصت هذاك المبلغ اللي هو تاع الكفاله 6 مليون سنتيم قديم، خلصت الكفاله تاع المحكمه. عيط له مشكور على ذلك السيد قاضي التحقيق، خذوا الاجراءات وقدروا يستقدموا هذا الانسان هذا المحتال الى المحكمه، واستدعوني عند الحضور. اول سؤال قال له اعطالك السيد هذه الاموال؟ قال له نعم. انجزت له المشروع؟ قال له لا بدا يتعذر ولا اعذار، وانا مريض وانا خلاص ولي دراهم وانا بنيت شالي وما خلصونيش فيه الى اخره. قال له شوف عندك 20 يوم، اما انك تحط بالفرنسيه فورنيتوري بوز، يعني اما تنجز له هذا المشروع في المكان المتفق عليه وفق عقد الاتفاق، واما تروح القضيه نصب واحتيال في المحكمه. بعد 20 يوم رجع، عطاله من 2 نوفمبر الى 20 نوفمبر، ارجع بخفي حنين ولم ينجز أي شيء في هذا المشروع. قال له الآن القضية راهي في المحكمة. بدأوا الإجراءات في المحكمة، الجلسة الأولى، الجلسة الثانية والجلسة الثالثة، وفي الأخير وكان يحضر، وفي آخر المحكمة في اليوم الأخير ما حضرش، فصدرت ضده أحكام من المحكمة الابتدائية بمحكمة الأربعاء ولاية البليدة. مفادها: ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا الجنح علنيا ابتدائيا حضوريا غير وجاهيا للمتهم حضوريا للضحية في الدعوة العمومية. أولا إدانة المتهم، ما نذكرش اسم تاعو، اسم بلا لقب، اسم بلا لقب، عبد القادر، بجنحة النصب طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات، وعقابه ب3 سنوات حبس نافذ و100,000 دينار جزائري غرامة نافذة في الدعوة المدنية، في الشكل قبول تأسيس الضحية بوعزيزة إيدير اللي هو أنا طرف مدني في الشكل قلنا، وفي الموضوع إلزام المتهم المدان بأن يدفع للطرف المدني تعويض عن كافة الأضرار بمبلغ 2,000,000 دينار جزائري، مع تحميل المتهم المدان بالمصاريف القضائية المقدرة ب2800 دينار جزائري، وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى. وبهذا صدر الحكم وأفصح به جهارا في يوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه، ولصحته أمضي الأصل من طرفنا نحن قاضي وأمين ضبط. إذن رقم القضية؟ رقم القضية موجودة، رقم القضية رقم الجدول 22/04/49، رقم الفهرس 23/02/126، تاريخ الحكم 11/4/23.